أهلا وسهلا، معاكم الدكتور جمال الحداد. من أحد الأمراض الغلسة في الأمراض التناسلية هو الهربس. الهربس بينتقل طبعا عن طريق العلاقة الجنسية، لكن مشكلته الأساسية إن هو بيبقى موجود في الفيروس دايما، بيبقى موجود في الخلايا العصبية وما بينتهيش، ما بيروحش تماما. يعني مجرد ما انت تعديتي او انت تعديت بالهربس بيفضل موجود في الخلايا العصبية وبيفضل يتكرر كل سنة. زي الناس اللي بتجيلها حاجة هربس مثلا على بقها، لا ممكن يجي في المنطقة التناسلية. وده علاجه بيكون عن طريق ان احنا بناخد أدوية لمدة طويلة علشان تمنع ان الفيروس ده يبتدي يطلع مرة ومرة كل سنة كده ويبتدي يبهدلنا. فطبعا أنا دايما بنصح الوقاية دايما خير من العلاج. أتمنى إن احنا نتجنب الإصابة بالأمراض دي، وطبعا تحت إشراف الطبيب. ولو في لا قدر الله أي حد عنده مشكلة يتوجه طبعا لينا وإحنا بنعالجه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.